بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أبتدي بس إن أقول حاجة كده صغيرة. مصر الحلوة بلدنا، روسيا الحلوة بلدنا، إيران الحلوة بلدنا، الدول العربية الحلوة بلادنا، ما عدا الإمارات أو دولة المؤامرات، إلا لو تم رفع ان هي يعني خلاص ما بقتش مع الصهاينة، وده عن طريق الدول العربية وايران وروسيا، وطبعا قبل منهم كلهم مصر. الصين الحلوة بلدنا رغم ان في شوية تحفظات كده. كوريا الشمالية الحلوة بلدنا. كل الدول اللي بتحافظ على السلام عشان خاطر الإنسانية، البشر كلهم دول حلوة، واعتبرها بلادنا. تحية خاصة للرئيس بوتين لأنه اتكلم عن السلام، وأحب أقول إن مفيش حد يقدر يتكلم عن السلام إلا لو كان راجل قوي بمعنى الكلمة يعني، ووراه دولة قوية. لما السادات عمل السلام عملها بعد انتصار في حرب 73، وكان قوي ووراه مصر دولة قوية. يمكن دلوقتي ابتديت افهم مع يعني الخطأ ان هو عمل السلام مع هذا الكيان الصهيوني، ولكن لعل كانت هناك في ظروف، لان انا بحب السادات للامانه يعني، بحبه في الله يعني. فيمكن كان في ظروف اجبرته ان هو يعمل السلام، ولكن مع اللي انا شفته حاليا وهذه الايام، فانا عن نفسي فشايف ان ده كان خطأ كبير جدا. حاليا في الاول انا ما كنتش شايف ان ده خطأ، لكن الظروف والاوضاع والاعتداء الصهيوني على ايران وعلى اهالينا في غزه، ولاحظوا ان انا لما بتكلم عن غزه بتكلم عن القتل اللي تم في غزه، فانا ما بتكلمش عن اي قتل او شهداء ايران، لان هم قادرين ياخدوا حقهم بايديهم باي طريقه هم يعرفوا يجيبوا حقهم، لذلك انا ما بتكلمش على هؤلاء الشهداء نهائي، لكن بتكلم على شهداء غزه لان هم مش لاقيين حد ياخد حقهم. اخواتنا في غزه اتبهدلوا جامد جدا جدا جدا، ورغم ان هم وروا الصهاينه الويل وبامكانيات ما تجيش 1% حتى من الامكانيات اللي في ايد ايران، واللي محدش هيتخيلها حتى اللي ظهرت اثناء هذه الحرب، فهي ما تجيش حتى جزء من امكانيات ايران الحربيه. لاحظوا ان انا بتعامل كحرب نفسيه، ولكن ممكن حد ياخد كلامي ان هي مش حرب نفسيه وان هي حقائق، كل واحد هو حر. تمام. الحرب على غزه كان ظلم كبير وافتراء من الصهاينه، وباتباع امريكا ليها في كل حاجه. كان ظلم ليس له حدود باي شكل من الاشكال، ولذلك لما تشوفوا مننا اننا واقفين قصاد امريكا او الصهاينه، فلازم تعرفوا ان انتوا السبب، انتم السبب، انتم اذليتوا اخواتنا في غزه وفي العالم كله. دلوقتي الامور بتتعكس، ما بني على باطل فهو باطل، بنيتوا كل شيء على باطل، وفي النهايه في لحظه الختام انقلب السحر على الساحر. الحرب انتهت من اخر فيديو انا قلته، وقلت فيه برضو ان هيبقى فيه رد عنيف، لكن اللي محدش اخد باله منه ان الرد العنيف ده ليس له الا معنى واحد: خوف ورعب شديد من الامريكان والصهاينه، لانهم لو حسبوا حسبتهم صح فكان الاولى اعلان السلام
والاستسلام من البداية يعني. صراحة عشان انا بحاول افتكر ان الحاجات اللي كانت في دماغي كلها طارت، ما بحبش اكتب اصلا يعني. السلام مش اي حد يعمله. الحروب اللي تمت على الشرق الاوسط، الحروب اللي تمت محاولين فيها ان هم يوقعوا روسيا، اتقلبت الوضع بالعكس. ما خدوش بالهم ان الرئيس بوتين هو رجل السلام الاول حاليا. انا قلت قبل كده ان كوريا الشمالية والصين وبالاخص كوريا الشمالية محدش مانعها عن امريكا وعن الكيان الصهيوني الا الرئيس بوتين. انتوا لا تتخيلوا مثلا لو تم استخدام كوريا الشمالية، اقسم بالله ستعلن امريكا استسلامها وقتي. هذه الدولة رغم انها صغيرة جدا الا انها تملك اسلحة جبارة واسلحة نووية. لو كان تم استخدامها او تم ان كوريا الشمالية تمشي بمزاجها وروسيا ما بتحكمهاش، اقسم بالله ده كان فيها نهاية العالم كله. احمدوا ربنا ان الرئيس بوتين موجود وروسيا موجودة. ده كلام موجه للامريكان. المفروض ترامب يطلع يعتذر للرئيس بوتين ويستسمحه ويبوس ايده. طبعا كمان انا بقوله ده اذلال، بس مش لامريكا انما للرئيس بوتين وللصهاينه. وانا ما بحاولش اتكلم كتير على الصهاينه ان هم ما لهمش لازمه اصلا. على فكره محاولات ان هو بيحاولوا يوقفوا الهدنه والكلام ده كله يعني ده مكشوف، يعني مش ليا انا لوحدي، للجميع. ان هم بس بيحاولوا يظهروا ان هم مش خايفين وان هم لسه موجودين. ما عندهمش حل تاني غير ان هم يعملوا كده على فكره، الا ان ممكن يكونوا بيتمنوا السلام في اسرع وقت ممكن. ده تحليلي انا، ومتاكد ان الدول العظمى او الدول الكبرى عارفه الكلام ده. الرئيس اردوغان وزير الخارجيه بالاخص كان اتكلم عن السلام، واسمه ايه ده، الدين الابراهيمي ولا مش عارف اسمه ايه، رجاء منه ان هو يطلع يكمل على هذا الكلام اللي قاله، لان هما في الغالب في الفترة اللي جاية هيمسكوا في الكلام دوت. فانت هتطلع تقول كمل عليه بقى بأي شكل ان الدين الابراهيمي اللي ينفع ان هو يتعمل اللي هو دين الاسلام. طبعا هم هيرفضوا الكلام ده، طبعا مبررك ان انت اساسا الاسلام هو الدين الوحيد اللي يؤمن باليهودية وبيؤمن بالمسيحية وجميع الاديان السماوية، ولذلك ان ارادوا دين ابراهيمي فليتخذوا دين الاسلام وليكن هو الدين المرجعي الوحيد. طبعا انا ما بكلمش بقى عن المسيحيين ولا بقول اي حاجة، ولكن عشان بس نفسد اللعبة الصهيونية، وكمان عشان خاطر السيد فيدين وزير الخارجية التركي ما يقعش في غلط كبير او مشكلة كبيرة ويوقع معاه الرئيس اردوغان ويوقع تركيا في مشكلة كبيرة. فأيا كان لحق يعرض او يتكلم في يعني بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة بحيث ان هو يحكم هؤلاء الصهاينة، يحطهم عند حدهم يعني، لان هو في الفترة اللي جاية غصب عنهم لازم يعلنوا السلام، ولكن برضو لازم يعملوا فيها رجالة ويقول لك احنا هنعمل مشاكل هنا ونعمل مشاكل هنا. الناس كلها الاعلاميين اللي بيتكلموا مش عارف متأخرين ليه. انا قلت الحرب انتهت من امتى، من اخر فيديو خلاص انتهى. ليه انتهت؟ لان هم مش قد اللي جاي، وهم عارفين ان هم مش قد اللي جاي، لا قد ان هم يتضربوا نووي ولا حتى قد ان هم يتضربوا بصواريخ ملغمه بيورانيوم مخصب او ايا كانت الطريقه، لان هم عارفين ان ايران هيبقى عليا وعلى اعدائي. ده غير ان هم ما يعرفوش حتى
حجم التكنولوجيا اللي وصلتها ايران بالشكل المناسب، ولا الاسلحه اللي ما طلعتش اصلا في الغالب. وفي الغالب كمان لتحليلي انا شخصيا يعني ان ايران حاليا بتعمل يعني مئات الالاف، مش عايز اقول ملايين، من الصواريخ ليست باليستيه. انا ما اعرفش في حاجه زي كده ولا، لكن تحليل لو في حاجه زي كده فهي بتعملها بالفعل. تكفي ان هي تصل بس لهذا الكيان الصهيوني. هل هتتحمل مئات الالاف من الصواريخ العاديه؟ هتوقع اقوى شبكه دفاع في، ما هتقول لي بقى صواريخ مين؟ الصواريخ دي عاديه تتجاب، لكن ايه المشكله لو اتضربت عندك مئات الالاف؟ حضرتك هتقدر تصد كل ده؟ مش هيبقى فيه اصلا كيان صهيوني. ده ما بالك بقى من غير بقى باليستي ولا نووي ولا صواريخ ملغمه ولا مش عارف صواريخ ايه، الكلام ده كله ما بتكلمش عليه اصلا. لاحظوا ان انا بتكلم باسلوب هي حرب نفسيه، ولكن انا حرب النفسيه مرعبه. حربي النفسيه اللي انا بعملها او الاسلوب اللي انا بتكلم فيه هو اسلوب مرعب. انا ممكن ازود فيها، ممكن اقول لحضرتك كوريا الشماليه ممكن تعمل ايه، ممكن تهدد مين، واقسم بالله هيعلنوا بعدها الاستسلام. بس انا مش عايز ابقى اتكلم في الكلام ده. تمام. احمدوا ربنا ان الرئيس بوتين موجود، هو رجل السلام، رجل السلام. مصر انقذت العالم في 73 وقبل كده من التتار، لان كان نفس الكلام ده في الغالب هيحصل. ايران حاليا انقذت العالم برضو تاني، مش مصر المره دي، ايران. ولذلك احنا كلنا مسلمون، ماليش دعوه انا سنه ولا شيعه، انا اصلا ما فيش الكلام ده، انا درست ما فيش الكلام ده يا جماعه. ما فيش حاجه اسمها سنه او انا مسلم اتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هو مسلم شيعي بيتبع بقى مش عارف ايه، هو حر، اسمه مسلم وانا اسمي مسلم. تمام. بلاش التقسيم والتقطيع ده يا جماعه. ولذلك تحيه للرئيس بوتين، اللي ارجو اتمنى ان هو على يفرض السلام بجد، ولكن في حدود 67، والارجح انه يقول كمان معاها او قبل 67. ده الصهاينه دول ما بيتعلموش، ما بيجوش كده وبيهدوا الحيل، انت فاهم؟ فما كنش هيلاقوا قوه، ومن الاخر كلام من الاخر كده هيقعدوا يراوغوا وخد لك 100 سنه كمان مراوغه، انت فاهم؟ فانا رجاء من الرئيس بوتين ان هو يحدد السلام بحدود 67 زي ما قال وزير الخارجيه التركي بالظبط، وده بعديها فتحيه كبيره بجد يعني. ما حدش هيعرف يعمل السلام غير دوله قويه، رجل قوي من الاخر، وما قبل 67 وعليهم الاختيار. تمام. ده بالنسبه للسلام الحقيقه يعني. اتمنى في مصر ان احنا نرجع لايام 73 وللحرب، على فكره اقسم بالله اتمنى ده، عشان ما تبقاش مصر خنعه كده وعامله زي الست الطريه قصاد الكل. ما اعرفش ليه يعني، مصر قويه بفضل الله. انا مش حتى دلوقتي سمعت فيديو واحد بيتكلم ده مش عاجبهم حتى مشروع الضبعه، بيتكلموا على مشروع الضبعه، المشروع التافه اللي هو بمجرد هيطلع كهرباء، مش عاجبهم بيشككوا في الموضوع عشان بالتحالف مع روسيا. لا يقصمك، هي روسيا اقوى دوله في العالم، وامريكا اقوى دوله في العالم، لكن لانها تحالفت مع الشياطين والعياذ بالله في الخراب، وبعدت عن الخير وبعدت عن السلم والسلام العالمي، اصبحت لا شيء. تخيل كده لو امريكا اللي بتعمله ده عن حق، كان العالم كله هيبقى في ظهرها، حتى هم كانوا هيبقى عندهم شرف ان هم بيتكلموا عن حق، زي ما الرئيس بوتين ما بيتكلم عن حق. اوكرانيا لولا ان هم حاولوا يتدخلوا عشان يضموها للاتحاد الاوروبي لتهديد روسيا، اصبح من حق روسيا ان هي تقول لهم لا بقى ستوب. ده مش بس كده، ده اصبح من حقها ان هي ترجع الاتحاد السوفيتي السابق، كل دي اراضي روسيه، انتوا كمان عايزين تخلوها اعداء ضد اصحابها. فاللي بيعمله الرئيس بوتين حقيقه هو شرف
يعني يمكن دعيت له قبل كده اسال ربنا سبحانه وتعالى، واسال ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي ان يهديه الى الاسلام. امين يا رب. فهو اللي بيعمله الرئيس بوتين بجد خبره. كام سنه الحرب في اوكرانيا؟ انتوا يا جماعه واقعين على دماغكم؟ متخيلين التكنولوجيا الروسيه مثلا اللي انتوا شايفينه ده اسمه لعب عيال؟ يعني لو عايز تجتاح، قلت قبل كده، لو عايز تجتاح اوكرانيا هي هتاخد في ايدها غلوه يعني. ولكن من الواضح على حسب انا تحليلي، وهي جزء من الحرب النفسيه. انا بعمل حرب نفسيه يا جدعان. انا بذل امريكا زي ما زالت اخواتنا في اراضينا المحتله في غزه، وساعدت في كده. لا اله الا الله. دلوقتي حان موعد الاذلال الحقيقي في مصر هنا. ارجو يا جماعه ان انتوا بلاش الخنوع، بلاش الخنوع. بس كان الضبع بيتكلموا عليه وهو شيء عادي. لا، انا بس هتكلم كلام ارجو من اخواتنا في ايران ان هم ما يزعلوش مني وما يفهموش كلامي ده غلط. تمام؟ دلوقتي ايران اصبحت دولة نووية ودولة عظمى. ماشي؟ من الاخر كده بس عشان نبقى ايه في الصورة. دلوقتي لنفترض ان مصر حصلت مشكلة بينها وبين ايران، ايه اللي هيحصل؟ لا، مصر كمان لازم تبقى دولة نووية. انا بوجه كلامي للي ماسك البلد رغم ان انا ما بعترفش بيه، ولكن هو حاليا موجود في السلطة. انا بوجه كلامي ليه. انت نخيت كتير للصهاينة دول وبيخلوك تأذي بلدك اكتر. ده حتى ما فكروش يرفعوا الديون اللي عليك عشان تفوق بلدك كده ويقولوا ان انت ايه ساعدت يعني. دلوقتي احنا لازم نبقى عندنا سلاح نووي. من الاخر افرض احنا اتعاركنا مع ايران، حصلت مشكله، ده وارد بين اخوات بيحصل كده عادي يعني. الاخوات نفسهم اقسم بالله بيتعاركوا، ده اي حد عارف حاجه زي كده. يبقى في سلاح رادع هنا، يبقى مش هيبقى في حرب وخلاص انتهى. يعني لا احنا ولا ايران مهما المشاكل هتتحل ودي، لكن احنا ما عندناش، لا، وفي مسافه بيننا وبينهم. فيقول لك اقل حاجه نضرب نووي. يفرض ده حصل، انا بطلب من القياده المصريه، الجيش المصري، احنا كمان لازم يكون عندنا سلاح نووي. بالذوق بالعافيه لازم يبقى عندنا سلاح نووي. مش هتقدر تعمل كده، انا بتكلم عن اللي ماسك البلد، مش هتقدر. في ناس ثانيه تقدر. حضرتك تنحى على جنب بعد اذنك، في ناس ثانيه تقدر. والكلام ده يكون صراحه كده، اتصرف. دلوقتي في سلام بيننا وبين هذا الكيان الصهيوني، مع انه اخترقوا وواقفين على حدودنا دلوقتي. ولا شو الحته اللي دخلوا فيها دي اسمها ايه؟ معلش انا فاشل في الجغرافيا يعني. لا، السلام ده لازم يتعاد بقى. السلام ده لازم يتعاد. دلوقتي احنا كمان لازم نبقى قوه نوويه، ويبقى السلام حقيقي بحدود 67 او ما قبلها. هتعيشوا في امان. انا بكلم الصهاينه بقى، هتعيشوا في امان، هتعيشوا في امان. الموضوع السلاح النووي خلاص المفروض ان هو بينتشر دلوقتي عادي جدا، مع عدد الدول اللي تشبه كوريا الشماليه. ما ينفعش يبقى عندها نووي، لان لو حصلت مشاكل او اي خراب اقسم بالله هتلاقي النووي ده بيتضرب في كل حته كده، والعالم كله هيتدمر. في ناس يا جماعه العقائد بتاعتهم ممكن تدمر العالم كله، بالذات العقائد اللي هم عندهم ان هم هيموتوا، هيتم استنساخهم في عالم تاني، في زمن تاني، عيل صغير عيل كبير. هو كده، في ناس كده بتؤمن بحاجات زي دي. فالناس او الدول اللي ممكن عندها نفس العقيده دي، ده ما ينفعش يبقى عنده نووي من الاخر. واقول حاجه كمان، هنا في مصر الايرانيين اسلاميين باسم الاسلام اصبحوا دوله عظمى. هنا انتوا اذيتوا المسلمين، اذيتوا المسلمين عشان خاطر الصهاينه وامريكا، مع انهم مهما عملوا في الاحتلال الانجليزي لا اللغه اتغيرت في مصر ولا حاجه، مهما عملوا على فكره
مش هيعرفوا يعملوا حاجه في مصر. مصر مختلفه عن اي مكان في العالم اصلا. تمام كده؟ عشان نخلص بس من الموضوع دوت ونبقى انتهينا منه. فانا كلامي موجه للقياده المصريه اللي ليه الكلمه في مصر. مصر هي كمان دولة عظمى ناقصها السلاح النووي عشان تقدر تدافع عن نفسها. الصهاينة خايفين ان احنا نملك نووي يتحكموا فينا، ما تعملوش، التكنولوجيا ما فيش، مش عارف ايه ما فيش. ليه المنياكة دي؟ عشان خاطر ايه؟ ما هو معنى ان هم بيعملوا كده معنى ان هم في نيتهم في خبث، يعني هم عايزين يسيطروا على مصر، عايزين يحتلوا مصر، عايزين ياكلوا اجزاء من مصر ووراها اجزاء وراها اجزاء وهكذا. هو ده، هي دي الدول المحتلة الغاصبة، هم بيعملوا كده فعلا. دلوقتي زي ما انا قلت ايران قدامنا اصبحت دولة عظمى. انتوا في الغالب وبنسبة 95% لا امريكا ولا الكيان الصهيوني هيحاولوا يقولوا ان ايران اصبحت تمتلك سلاح نووي. مش هيقولوا الكلام ده عشان اللي انا بقوله ده ما يحصلش، بس هو بقى واضح للعالم، انتهى واضح للعالم. كان الصهيوني بقى مش عايز يتلم، هيفضل يعمل فيها راجل ويعمل ويبوظ والكلام دوت. وبرضه ردا على نفس الفيديو اللي فات على كلامي ده هيحصل شوية مشاكل، هياخدوا رد غبي، هياخدوا رد غبي وهياخدوا فوق دماغهم وهيحترموا نفسهم وهيركنوا ويقولوا يا ريتنا ما كنا، هيتمنوا يرجعوا لقبل لشهر 2 اللي فات وما يعملوش اللي عملوه، لان هم وقعوا في الفخ خلاص. انتهى. ولكن جزاء اللي عملوه في اخواتنا في غزة بيطلع على ميتين ابوهم، هيطلع على دماغ، هيشوفوا الويل والله العظيم 3. الشعب الامريكي اللي صعبان عليا، الشعب الامريكي ملوش ذنب، ملوش ذنب في اي حاجه. شويه ناس بتديره بوظوا الدنيا خالص. تمام. فانا كده خلصت هنا بالنسبه لمصر وحقوق المصريين. في نفس الوقت طبعا انا مش عايز اهدد، يعني مش عايز اهدد الصهاينه واقول لكم يعني مصر مهما كانت هتعرف تتصرف. يعني انا مش عايز اهدد، مش عايز اتكلم عشان انا قاعد في مصر، فمش عايز اورط مصر في مشكله. ولذلك انا اتمنى اطلع بره مصر عشان اتكلم براحتي. اقسم بالله، لله الامر وحده. تحيه كبيره لايران، تحيه للرئيس بوتين شخصيا بجد. استاذ، انا مسميه استاذ بامانه. ملوش حل فعلا. يعني الصين يعني انا بس يعني شويه حاجات كده بس مش هينفع نتكلموا فيها بعدين ان شاء الله تعالى لما كل حاجه ترجع تهدى يعني كده والدنيا تتظبط والخير والسلام يعم العالم ان شاء الله تعالى. نبقى نتكلم فيها باذن الله تعالى. اخر حاجه بقى انا عايز اقولها هنا في مصر، وده حاجه خاصه بيا يعني. انا بطلب من الجيش المصري او المخابرات الحربيه، نيابه امن الدوله العليا، النائب العام، التحقيق في اللي حصل معايا. مش هقول بقى عشان خاطر ابويا وامي اتقتلوا والكلام ده كله، لكن انا في كلام انا مش عايز اتكلمه. لكن انا عندي 49 سنه، عمري راح اتدمر خلاص. انا عمري خلاص اتدمر، عمري راح فعلا. يعني حياتي اتدمرت بشكل كامل. وحتى هذه اللحظه ما زالوا ان هم بيهزروا معايا، يعني انت فاهم، بيهزروا مع واحد غلبان شبه حالتي، وانا مش راضي اعمل مشاكل جامده جدا. تمام. مش هوضح انا ايه المشاكل اللي عندي، لكن انا غير فلوسي اللي في التأمينات اللي انا بقالي 3 سنين ونص ما خدتهاش عندي، يعني مش اكتر. يعني عندهم هم اللي عملوا العند، يعني انت فاهم، هم بيحطوا العند ثم بعد كده يخلوك تمشي في العند يعني نوع من الكسر يعني.
ان كانت النهايه هتبقى سودة عليهم يعني. اي نعم انا هدخل السجن وهموت، هو ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا مش هعرف اتخلى عن حقي. بس هو بعيد عن كده يعني، في حاجات تانية كتير. الموضوع دلوقتي مش حقي بس في التأمينات، ومش عايز اقول مين السبب في اللي انا وصلت له عشان ياخد حتى فلوس من التأمينات. انا باخد معاش والدي ووالدتي يعني الله يرحمه، فمش عايز اتكلم في الموضوع ده. الكلام ده بقى هسيبه للمسؤولين، نيابة امن الدولة العليا، المخابرات الحربية، الجيش المصري، النائب العام. لكن الثلاثة الاولانيين الاهم عندي. تمام كده. انا طالب من 10 مليون جنيه تعويض. معلش يا جماعه اللي شايف ان ده كتير، فالموضوع ده هيرجع ليهم هم هناك. وازاي يوصلوا لي انا معرفش، لكن انا عارف ان انت عندكم 100,000 طريقه بدون احراج لحد. 10 مليون جنيه تعويض دول لا شيء، مش عشان قتل ابويا وامي، ده دول انا هسيبها لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، ولكن عشان عمري اللي راح وحياتي اللي اتدمرت. اظن ان تحقيق بسيط في نيابه امن الدوله العليا او المخابرات الحربيه، قيادة الجيش، هيوصل الموضوع بكل سهولة. هيتحل المسؤولية على الموضوع، هيتحل بكل بساطة. هيطلع الواحد بقاله داخل في 30 سنة محدود في حوار هو مش عارف ايه يعني. انتوا مش متخيلين يا جماعة الموضوع يعني التطور كل مرة بيتطور، يخش في حوار في حوار في حوار في حوار، ويخش في عند. والناسين طبعا ان انا سني بيكبر، محدش عنده رينج. انتوا فاهمين يا جماعة؟ مفيش رينج، مفيش ستوب. استغلال سلطات بشكل بشع جدا. والمصيبه ان لما بقف لهم بيخافوا وبيجيبوا ورا وبيعملوا لي مشاكل اكتر وبيسموني عشان اسكت. طب انا اسكت، هم مش بيسكتوا. والمشكله ان الموضوع ملوش نهايه، ما حدش يقدر مثلا يعني. انا لو حاولت استسلم مش هيرضوا، هيخافوا. ولو حاولت امشي وراهم عشان يعني نشوف انا هستسلم بطريقتهم ازاي، برضو بيخافوا. ما خلاص هو الموضوع ما بقاش فيه. انا فعلا عايز استسلم بس مش عارف اوصل لحل يعني. عشان عايز اعرف انا بعد الاستسلام ايه اللي هيحصل يعني. ايه اللي بعد الاستسلام يعني بعد ما تكسروا واحد بني ادم من شعبك، اخوك، بتكسره، ايه بقى القدره العقليه اللي عندك او الامكانيه اللي عندك اللي ممكن تعملها عشان تقول ان انت كسرتني يعني. ايه هتبقى فرحان يعني، ولا ايه؟ هتشخ دهب مثلا، ولا ايه اللي هيحصل؟ مش فاهم يعني. ايه القوة العقلية اللي عندك اللي انت ممكن تكتشفها يعني او في نفسك يعني. مفيش رينج، مفيش ستوب. 49 سنة حياتي اتدمرت، عمري راح. حتى الشغل على النت وقف من 2018. كل اللي كانوا بيعملوه التعاون الامريكان والصهاينة معاهم هنا في مصر لايقافي جوه مصر وبره مصر على الانترنت، يعني خيانة عظمى من كل حتة. كل الحاجات دي سهل جدا كشفها يعني. في النهاية أرجو إن السلام يعم العالم كله، وأسأل ربنا سبحانه وتعالى التوفيق لمن يريد السلام في العالم كله. وأرجو من الرئيس أردوغان ياخد باله من كلامي في اللي أنا قلته، تصحيح الجزئية اللي أخطأ فيها وزير الخارجية التركي. طبعا هو كلامه كويس، لكن الحتة بتاعت الدين الإبراهيمي دي فهو يلحق نفسه لأن هم هيتمسكوا بيها قريب. خد مني لأن هم مش هيلاقوا مخرج غير الجزئية دي. وده مجرد تحليل، وانا بقوله اهو تحليل يا جماعه، دي مش حرب نفسيه. ان انا بقوله حاليا ده تحليل. جزء الحته دي مش حرب نفسيه ولا حاجه، ده تحليل. تمام. فانت لما هتدخل الاسلام في الموضوع ده هيلغوا الحته دي خلاص، وهم كده كده هيختاروا السلام. مفيش مشكله، ان هم ما عندهمش حل تاني. هو لو ما فيش سلام هيفضلوا عايشين في رعب خلاص مدى الحياه. هم هيفضلوا كده في رعب وفي جبن وفي ضرب، هيفضلوا كده في الملاجئ مدى الحياه. فطبعا هم مش هيقدروا يستحملوا الكلام ده، لان الاول كانوا عايشين في رعب بس عايشين على الارض عادي مش في الملاجئ. انما ان هم يفضلوا حياتهم عايشين في الملاجئ والكلام ده كله خلاص انتهى، مش هيقدروا. تمام. انهي كلامي. ربنا المستعان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.